ألف مبروك للنادي الأهلي في ليلة تاريخية. كتب النادي الأهلي فصل جديد في مسيرته الأفريقية بفوز كبير على استاد أبيجان وتألق كل نجوم النادي الأهلي، وعلى رأسهم الشناوي والقيصر اللاعب الكبير الحريف إمام عاشور. الأهلي لعب مباراة كبيرة جدا وفاز 3-1 على استاد أبيجان، ومش هنتكلم بقى على أي لاعب في النادي الأهلي لأن كلهم كانوا نجوم، بس على رأسهم القيصر الحريف النجم الكبير إمام عاشور اللي جاب هاتريك في المباراة. وخلي بالكم يا جماعة، مش إمام عاشور بس، كل لاعبي الأهلي النهارده كانوا نجوم، من اول الشناوي لحد امام عاشور كلهم بلا استثناء، من اول الدفاع ياسر ابراهيم لحد وسام ابو علي. وانا كمان عايز اتكلم على حد مهم جدا، خالد عبد الفتاح، لان خالد عبد الفتاح ناس كتير جدا قالت انه مستواه قليل وما كانتش قادره تعذره ان هو يرجع في فتره اصلا للرباط الصليبي. شفنا اللي هو صنع هدف جميل جدا لامام عاشور بكوره مرفوعه من الجناح الايمن وحطها جميله جميله امام عاشور. فخالد عبد الفتاح لاعب كويس جدا، مش عايزين الناس تحكم عليه من ماتش او اتنين، كون ان هو راجع من الاصابه بالتدريج بيرجع لمستواه. فالاهلي كان كله النهارده نجوم. ماتش استاد ابيجان اكتر ما بيميزه ان الاهلي كان مركز، تحس فعلا ان هو ده الاهلي بتاع زمان، في روح كده في الملعب، اللعيبه كلها مركزه جدا برغم ان الماتش كان خارج مصر، لكن الماتش كان رائع اكنك بتلعب في استاد القاهره. هو ده الاهلي اللي احنا عايزينه. الاهلي لما بيركز في الملعب بينسى اي حاجه غير ان هو يكسب ويجيب فوز كبير. امام عاشور النهارده كان رائع، برغم ان امام عاشور دايما عليه حواليه كلام ورغي كتير وكلام كتير والصحافه بتحاول تشتته، لكن هو بيثبت كل مره ان هو النجم رقم واحد. امام عاشور لاعب اكتر من كلمه نجم عادي، لا ده سوبر ستار، تقول زي ما المعلق قال قيصر. ده حقيقه فعلا، لان امام عاشور لاعب كبير فعلا. طبعا مش عايزين ننسى باقي نجوم الاهلي، وعلى راسهم طبعا حسين الشحات. حسين الشحات معروف عنه الكلمة المشهورة، حسين الشحات لو في حالته هتلاقي الأهلي كله فايق. النهاردة عمل أكتر من كورة جميلة جدا وكان حلو جدا في الملعب. فالنهاردة كل اللعيبة كانت نجوم، وخط الدفاع كله كان كويس، الشناوي كان متألق برغم الجون اللي جه في الشناوي، لكن صعب جدا الكرة اللي جت في الشناوي صعب جدا تتصد يا جماعة. اللاعب زي ما احنا شايفين كده لعبها في الزاوية الشمال للشناوي، والشناوي خد خطوة ما خدش خطوة، الكرة دي بتيجي جون عامة. فالكرة كانت صعبة جدا على أي حارس، لكن هو أنقذ من هدف وكان مركز جدا في الملعب. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.